ومن الوقت للتاني كده لازم تشخصي كده على زباينِك كده وتعملي لهم حاجة حلوة، هي ده بالضبط، يعني مش كل يوم نعمل بقى جاتوهات وبوكسات وحاجات فوارش. الناس بتحب جدًا تستنى اليوم الشرقي ده، الحقيقة بيبقى يوم صعب بالنسبة لي لإن أنا عندي الواحد يعمل كام تورتة وما اشتغلش في شرقي يوم واحد. ليه بقى؟ مش عشان الشرقي صعب أو عشان فيه حواديت كتير، لأ، علشان مواعينه ودربكته أكتر بكتير. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة. النهارده يوم جديد والنهارده روتين شغلي، فتعالوا نشوف النهارده هنعمل ايه. انت فاتحة مشروع لازم تبقى كل يوم ليكي روتين معين ويبقى ليكي حاجة معينة بتخططي اللي انت هتعمليها، ما تقعديش وتحطي ايدك على خدك. فالنهارده كده تابعيني كده في الفيديوهات اللي جاية، والنهارده عشان اقول لك على شوية حاجات تنشطي بيها جروبك وعلى طول تبقى نشيطة وعلى طول تبقي شغالة، والدنيا بإذن الله تشتغل معاكي وربنا يرزقكم ويوسع رزقكم وانا امين معاكم بالجملة يا رب. تمام. لايك للفيديو طبعا لو الفيديو عجبك او استفدتي منه لو حاجه بسيطه. النهارده احنا بس مش بنقول معلومات، احنا بنقول طريقه اللي احنا نسوق شغلنا. يعني انا بس مش بديكي طريقه عمل الدونس او طريقه عمل الجلاش او طريقه عمل مش عارفه ايه، لا، احنا بناخد من بعض طاقه ان احنا او افكار ان احنا بكره نشتغل كذا. انا هقوم بكره اعمل شويه بوكسات، انا هقوم بكره اعمل طواجن، انا ما جاليش حجز تراث يعني لا برضو مش هحط ايدي على خدي. انا هقوم بكره نشط الشغل. لو في الاول ما بيجيلكيش بعد كده هيجيلك، لو في الاول ما حدش يعرفك بعد كده هتتعرفي واحده واحده، وكل حد بيتعرف في الاول كده. يعني محدش يقول انت مكتره من ده البوكسات ليه، ما بيجيليش تورت كتير في الاول ليه، طب كذا شغال بتورت اكتر مني ليه. ما تبصوش لحد، كل واحد وليه رزقه. وانا لو مشت معايا كده على طول ان حتى ابيع كوبايات، فضل ونعمة من عند ربنا، هو ربنا كاتب لي كده وده رزق كده من عند ربنا. فدايما ما تبصوش لحد، اللي نافع لك دايما اقول لنفسي اللي ينفع لي ما ينفعش لغيري، واللي ينفع لغيري ما ينفعنيش. اصلا عشان حياتك اصلا تمشي ما تبصيش لاي حد ولا رزق حد، ولا تقولي انا بعمل احسن من ده طب ما بيجيليش شغل ليه، طب انا بعمل افضل من ده بيجيليش ليه. لا، كل واحد وليه رزقه وده رزق ربنا كاتبه. تمام. تعالوا بقى النهارده هنعمل ايه، هنعمل شويه ايه، شغل شرقي. النهارده الحقيقه أنا كان مطلوب مني بسبوسه، فانا اصلا ما اشتغلش شرقي من زمان، فده اللي شجعني. قلت لا ده انا هقوم اعمل كمان حاجه بسيطه من الجلاش والكنافه، وهعمل حاجه بسيطه من الشرقي. بجس نبض الزبونه عندي اشوف الدنيا تمشي معايا ولا الدنيا فيها ايه. فالحمد لله والشكر لله، كله فضل ونعمه من عند ربنا. فانا ما عملتش كميه كبيره الحقيقه، عملت كميه قليله. النهارده بس لفيت كده ربع كيلو من الجلاش بثلاث ورقات كده وعملتهم مثلثات علشان الجلاش حشيهم كنافه وزبيب ومبشور، وبيكون طعمه حلو جدا بالحشوه دي، والكنافه بتكتره وبتخليه اصلا تحفه من جوه. هعمل كمان ربع كيلو بس من الكنافه، وهعمل نص بس من البسبوسه. كترت في البسبوسه عشان انا اصلا مطلوب مني بسبوسه، فاهمني؟ مطلوب مني نص كيلو بسبوسه، فهمشوا النص واللي باقي من الصينيه هحطه مع الجلاش والكنافه، الربع جلاش والربع كنافه، وهنعمل بيه النهارده اطباق مشكله. ده اللي كان في دماغي، لان انا اصلا اليوم ده على فكره ما كنتش بس شغاله شرقي، انا كان عندي كمان يومها تورتيه صغيره، وكان عندي كمان يومها واحده طالبه مني بوكسين من ابو مية. فالنهارده في اليوم ده اشتغلت شويه حاجات بسيطه كده، تورتايه 16، بوكسين من ابو مية، وجنبهم بتالي كمان كان في 5 طواجن في اليوم ده، واشتغلت كمان شغل الشرقي ده. تمام. فانا النهارده احنا عدنا بنقوم من بدري لان خلاص، استنى مسكت رضا، ان احنا خلاص مالك اول سنه حضانه وخلاص داخل الحضانه. فانا خلاص بقيت بقوم من بدري، يعني خلاص الساعه 6:30 بقوم قايمه من النوم. وطبعا اما العيال كمان تدخل المدرسه، لان المدارس بتكون قبل الحضانات دخولها، فهنظبط المنبه على الساعه 6. وده بالاسبوع الجاي. كل سنه وكل عام واولادكم وانتم بخير يا رب وسلامه. فباذن الله كل عدت بقوم من بدري، فعدت الحمد لله بعرف اطلع شغل. انا اهم حاجه عندي مثلا ان انا على المغرب اكون فايقه خلاص بقى، ما اقعدش اعمل حاجه، اشيل ايدي من اي حاجه، علشان بقى بيتي بقى والعيال، ونعمل نتعشى ونقعد وانا بكون واقفه على رجلي طول النهار. فايه عشان الدنيا تبقى تمام. وكمان يومها كنت بعمل شويه حاجات كمان في البيت، فالحقيقه اليوم ده كان مزدحم. ويومها كمان الانبوبه عملتها معايا وفضت معايا، فكان يوم عسل 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 عسل. يلا الحمد لله. اوقات بتحصل كده انبوبه تفضى مش عارفه ايه. وكان اخر سبونش في الفرن وكنت حاطه ايد على قلبي. انا اصلا مش بتكلم في الحلويات، تعالوا نشوف هنعمل ايه. ربع كيلو الكنافه حطيت عليه 3/4 كوب، ربع كيلو كنافه ربع، حطيت عليه 3/4 كوبايه من السمنه، مثلا ناقصه معلقه مش اكتر من كده، يعني اكتر من نص بشويه. فعشان تكون الكنافه بتاعتك واخده سمنتها محترمه،
وبعد كده عملت الربع كيلو شربته في السمنه كويس جدا. وبعد كده حشيت بيه مهلبيه عادي او قشطه، والقشطه بتاعتي انا مدسماها باللبن البودر والكريم شانتيه ومخليها زي العسل. تعالى بقى اما اقول لكم بالتفصيل البسبوسه المكرمله عشان في ناس كتير بتبقى تسالني عليه. انا معايا كوبايه الا ربع من السكر، حطيت عليهم ربع كوبايه من الميه او حوالي 3 معالق من الميه. ما بحطش ايدي او احط معلقه فيها خالص نهائي، لا، بفضل اقلب بالشكل اللي انتوا شايفينه ده بحركه دائريه باي قماشه من قماشه المطبخ كده او فوطه من فوطه المطبخ. ويا ريت تكرملي السكر في حاجه المونيا، لان احلى كرمله للسكر في حله المونيا او طاسه المونيا او اي حاجه المونيا، بس يا ريت تكون حله، لان بعد كده لما بتحطي اللبن بيحصل فوران. على العين التانية المقابل دي كنت انا حاطه اللبن علشان اما اللبن يكون سخن الكراميل بتاعك ما بيقفش معاك. استنى يا ريت. فببدأ كده بحركة دائرية لغاية ما السكر يدوب خالص زي ما انتوا شايفين بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ويبدأ كمان ياخد لون. في ناس بتحب بين حرقة الكراميل ولونه الغامق اللي قوي سنة شعرة، فلازم تخلي بالك جدا وتفضلي واقفة قدام النار. انا حقيقة نسيت احط معلقة من العسل الجلوكوز على الخليط، فحطيتها في الاثناء دي، ما بيحصلش اي حاجة عادي، او ممكن تحطها بعد كده كمان عادي مفيش مشكلة. يعني بعد حتى ما تحط السمنة وتحط اللبن عادي تقدري تنزلي بمعلقة من عسل الجلوكوز سخنة في قلب الخليط مفيش مشكلة. بس انا حاليا افتكرت انا ما حطيتش عسل الجلوكوز، فحطيت معلقة كاملة كبيرة من عسل الجلوكوز والسكر بالكرمل، وكان خلاص هياخد اللون مفيش اي مشكلة. نزلت بيها هي ساحت في وسط الكراميل عادي. في الوقت ده ما بيكون لون كده ويكون ساح خالص تقدري تمسكي المعلقة مفيش مشكلة. معلقة بقى سباتيولا، معلقة خشب مفيش مشكلة، معلقة معدن مفيش مشكلة. بس اهم حاجة ان في الاول ما تحطيش اي معدن او اي معلقة فيه، لكن لما بيكون خلاص ساح وبدأ ياخد لون كده تقدري يعني عادي اتعاملي عادي مفيش مشكلة، مش هيجرى اي حاجة. تمام. بدأت كده اديله اللون اللي انا محتاجاه، خلاص كده احنا مش محتاجين لون اكتر من كده. هننزل بقى بالسمنة. خدي بالك بين الكراميل اللون الحلو ده والحرق يعني شعرة. بتنزلي بقد ايه سمنه يا ام كريم؟ بنزل ب3/4 كوبايه من السمنه، هي كلها خليها 3/4، 3/4 لبن، 3/4 سكر، 3/4 سمنه. فدي نقول ان هي بسبوسه ال3/4، ما تكتريش عن كده، تقدري تخليها كوبايه من السكر بس، والله هي 3/4 مظبوطه جدا. خلاص باقي ايه هنفضل طول النهار اما احنا ما بنطلعش ترندي ليه؟ ما انا ممكن كل كلمه اقول بقى اهو نحط السكر على اللبن ونعمل 3/4 بقى كوبايه من اللبن بتاعتي. بعد ما قلبت السمنه كويس في قلب الكراميل اللي انا عملته، احط 3/4 بقى كوبايه من اللبن، واللبن سخن زي ما انتم شايفين، ونبدا نحط اللبن على الخليط ده. كده احنا مكونين خليط من السكر المكرمل والسمنه بتاعتنا اللي هي 3/4 واللبن بتاعنا اللي هو 3/4 ومعلقه من عسل الجلوكوز، وكل ده تفضلي تقلبي كده لغايه ما يفك. ما تخليش الخليط، ما تقوليش استنى اما اسيبه ان هو يفك لوحده، لا، افضلي ايدك فيه وقلبيه لغايه ما الخليط معاكي يفك، علشان ما ياخدش وقت كتير على النار. هو اصلا كل حاجه سخنه ببعضها واللبن سخن، فعشان ما ياخدش وقت كتير على النار والحليب يتاثر او اللبن بتاعتك كميته تقل، فانتي افضلي ايدك فيه كده هي دقيقتين وتلاقي كل حاجه فكت في بعضها والدنيا بقت تمام. تمام. لازم اللبن احنا بنجيبه من البقره او اللي احنا بنجيبه من الجاموسه يخرز معاكي. محدش يقول اللبن ما يخرصش معاكي. انتي لو جايبه لبن من المحلات تقريبا ما بيخرص، بس انا على فكره عمري يعني ما استعملته، بس هما بيقولوا ان اللبن اللي بتبقى مبستر ده ما بيخرص. بس المهم اللبن هيخرز معاكي، حلها ان انت هارد بلندر بتاعك او الخلاط. انا بضرب في الخلاط، ما عنديش هاند بلندر، فبحط الخليط في الخلاط بيبرد الخليط معايا وبيعمله. مش هكذا ان انا بخلص ضرب في الخلاط بحط على البسبوس على طول، لا، بسيبه كمان شويه يبرد شويه، لاني عايزاه دافي زي دمعه العين علشان البسبوسه بتاعتك ما تحجرش. تمام. بسيبه زي دمعة العين واحطه. البسبوسه ايه عليها يعني سنه صغيره من الملح، وعليها ربع معلقه صغيره من البيكنج باودر. البسبوسه دي لازم تحط لها بيكنج باودر علشان يعني ما تبقاش ناشفه معاكي قوي، فالبيكنج باودر بيعادل الدنيا معاكي وتبقى جميله بالذات المكرمله دي. تمام. فانا بقول لك كل تركايه على البسبوسه انك تطلعها ناجحه. قلبي كده تقليب سريع كده، وقلبي كل حته كده في بعضها، وبعد كده هنحط في قلب الصينيه مقاس 30. النص كيلو من البسبوسة بيطلع معايا في صينية مقاس 30.
جيبي الصينيه بتاعتي دهنيها سمنه كويس قوي وانزلي بالخليط زي ما انتم شايفين كده. هنساوي بقى وش الخليط ده كده بشويه ميه، مش اكتر من كده. ساوي وش الخليط وخلي البسبوسه بتاعتك كلها ميتها واحده، بمسحه ميه على الوش وعلى ايدك، تمام. فطريقة البسبوسة بسيطة وسهلة، بس الحقيقة البسبوسة المكرملة دي اللي الناس كتير ممكن خايفة تجربها وتقول يا ام كريم هي طعمها احلى من التانية. ايوه ليها طعم احلى من التانية، ويا ولاد لو معمولة بسمنة بلدي خطيرة. بس الحقيقة اللي كانت مطلوب مني اللي هي ما تكونش شغل سمنة بلدي، وفي ناس ما بتحبش السمنة البلدي، مش عارفة الناس دي ايه يعني، غريبة. المهم كده زي ما انتم شايفين هبدأ كده اعمل بشوية مية. شوية المية دول بيدوكي وش حلو، بيدوكي طراوة، ما تخليش وش البسبوسة محجر، ما تخليهاش يشقق منك. يعني الناس اللي بتقعد تقول طب انا عاملة كل خطوات مظبوطة وليه البسبوسة شققت مني، باللي ايدك مية حلو، فاهماني؟ يعني خلي ايدك مبلولة مية حلو، مش حد يخاف ان المية تيجي على وش البسبوسة، لا ما تيجي، ايه المشكلة يعني؟ فانا ببل ايدي بشيل ايدي كده بميتها واحط كده على وش البسبوسة واسويها كويس جدا. اخبط خبطتين للبسبوسة. وكمان علشان تشرب معايا الشربات كويس قوي، هجيب سكينه واحدد البسبوسه، يعني هنعمل اللي احنا بنقطعها كده. فالطريقه ديت بتخلي كل حته في البسبوسه تشرب شربات بعد ما تطلع من الفرن. احنا بس بنحدد مش اكتر من كده اهو. حددتها. انا هحط على وشها ايه؟ بندق كده مجروش، كنت جايباه اصلا مجروش. فهحط كده على وشها بندق وهدخلها الفرن. تتحط عندي مش على الصاجة من تحت، لا الشبكة بتاعتك على اول حاجة بعد الصاجة، اول درجة بعد الصاجة، وتتولع من تحت ومن فوق، وبتستوي على كده من تحت ومن فوق، ما بننقلهاش من مكانها. بتاخد معاكي 25 دقيقة، من 20 ل 25 دقيقة تبع الفرن بتاعك، والفرن بدرجة حرارته العادية خالص. وبتطلع معاكي، محدش يقول لي نهدي على البسبوسة الفرن هتنشف منك زيادة عن اللزوم، عادي درجة حرارة عادية اللي هي 200، تمام. فهعمل كده وهدخلها الفرن. وما تطلع من الفرن هنعمل لها شربات، يعني لا انا ادخل الفرن اعمل الشربات على طول، يعني الاتنين يدخلوا على النار واحده، فاهميني؟ يعني انا خلاص دخلت الفرن كده اولع على الشربات، الاتنين يبقوا مع بعض، او الاتنين خارجين، الاتنين سخنين مقابلين بعض. ادا كوبايه ونص من السكر، ده الشربات بتاعها 3 كوبايات من الميه. كوبايه ونص من السكر، 3 كوبايات من الميه. عصره ليمونه، ومعلقه من عسل الجلوكوز، وفانيليا بعد الغليان، يعني بعد الحاجات الجميلة دي بتاعتي ما تغلي هنحط نص الليمونة بقشرتها عشان الشربات بتاعك ما يسكرش. وهنحط معلقة من العسل الجلوكوز عشان تدوب على طول بعد الغليان. وهنحط معانا البتاع. البسبوسة تطلع بقى مع بعض كده يعني. انا المهم انا خرجت دول ودخلت البسبوسه وحطيت الشربات. طلعت البسبوسه بالسلامه وبدات ان احنا نقطع. انا مش عارفه فين حته ان انا بشرب البسبوسه، بس ده اللي انا عاملاه قدام. هي ولاد لقيتها الحمد لله في المونتاج لقيتها. المهم كده بنطلع نحط كميه الشربات كده على البسبوسه وهي سخنه، والاتنين سخنين، تبقى البسبوسه معاكي طريه وحلوه. استنى اما البسبوسه بتاعتنا تهدى وبعد كده نتعامل يعني. اقول لك ان البسبوسه والكنافه والجلاش، هقول لك دلوقتي جابوا معايا كام طبق، كانت طريه وطعمها يا اولاد. شوفوا يا اولاد، الصينيه دي بقى بتاعتنا احنا، اللعبه ده بتاعنا، بس انا مش عارفه ان الحلويات كانت وحشاني كده. يعني انا حسيت يومها لا، الواحد ما كلش حاجه مسكره من زمان، والواحد ما عملش الحاجات دي من زمان والله للعيال ولا اي حاجه. فالحقيقه كانت خطيره ومسكره وحلوه. وعلى فكره السكر ما بيبقاش زياده، لان انا بحب اعمل 3 ارباع و3 ارباع، ده نص كل البسبوسه اللي كان خارج، ودي اللي اتبقى انا عملتها. ربع كيلو بسبوسه وربع كيلو جلاش وربع كيلو كنافه يعملي معاكي 3 اطباق، لا 4 اطباق، لان انا فاض معايا في الصينيه كتير. يعني انت مثلا لو عامله نص ونص ونص يطلعوا معايا قد ايه يا ام كريم؟ يطلعوا معاكي من 6 اطباق ل7 اطباق، كل طبق نص كيلو، تمام. انا علشان كنت عامله نص من البسبوسه فطلعوا معايا النص ده، ورجع طلعوا معايا 3 اطباق مشكلين، وفضل معايا في قلب الصينيه كمان ديت. يومنا النهارده اشوفكم في فيديو جديد ومع الف